السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. فيديو اليوم جبت لكم نتشارك له داير حالة في مواقع التواصل الاجتماعي. ان شاء الله الوصفة تنال اعجابكم. جبت لكم يعني عجينة روعة 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 تذوب في الفم. وجبت لكم التزيين بأدق التفاصيل. أول حاجة نحتاج إلى 3 كيلات فرينة، مع كيلة غير ربع سمن ولا زبدة على حسب يعني واش تحبوا نتو، ونفيضوها بالزيت. كي تفيض نحبسو، ما لازمش نفيضوها بزاف، غير خلاص تبدا تخرج تحبسوها. ولا هنايا شوفوا كيفاش ولات. لهنايا ضفت رشة الملح اللي نسيتها ولافاني، وبديت نلمد بالماء الزهر. طبعا الماء وماء الزهر باش ما تيبس لكمش. نقعدو نلمدو، بما انه ماء الزهر ما ولاش ماء الزهر ولا ماء، دونك ما نخافوش. نبداو نلمدو وين نحبسو حتى تولي العجينه كي نجو نقسموها تولي، كي نجو نقطعوها تولي الاستيكي. هذيك هي لاباط تاع التشارك تاع الصح. ونبقاو هكا نلمدو نلمدو نلمدو، كل ما راهي تتفتت صافيك مازال ما داتش حقها من الماء وماء الزهر، يعني حتى خلاص نتاكدوا بلي ولات العجينه متماسكه باش نحبسو. هاي ليك شوفوا. ونخلوها في الثلاجة من ساعة إلى ساعتين إلى ليلة كاملة. لازم تبرد، لازم تبرد وترتاح باش نبداو نخدموا بها. نروحوا الى الحشوه. درت 3 كيلات مكسرات مع كيلة سكر. الكيلة السكر تقدروا ديروا نص كيلة عادي جدا. لافاني شويه قرفه، تقدروا تستغنوا على القرفه اذا درتوا اللوز، لانه اللوز وحده هو يمد ذوق رائع جدا. الان ناخذ ماء الزهر ونبداو نلمدو. في هذه المرحله ضيفوا الزبده، انا ما ضفتهاش لكن جات الحشوه بنينه، لكن للمبتدئات او حتى الحلوجيات عادي من الافضل تضيفوا الزبده باش تبقى لكم طريه. ما يعني ماشي تتحرق لكم شويه، مي تحمر شويه ما تيبش. هذا هي الدور تاع الزبده. هنايا جيت نفتح العجينه درتها 35 والحشوة 15. لكم الاختيار، تقدروا تنقصوا تقدروا تزيدوا على حسب نتوما وشنو الحاجه اللي حابين تبان، اسكو الحشوه ولا العجينه. هنايا هاني لهنا هكا درت لها، فتحتها على شكل مستطيل. الحشوه فتحتها هكا باصابع، وتاكدت انه الحشوه راهي متجانسه، يعني من البدايه للاخر كاع يديك نفس الطول. ونبداو نغلقوا عليها مليح. شوفوا نغلقوا مليح مليح مليح، ونزيدو نغلقوا لهنا. شوفوا هذه الطريقه اللي راني نديرها، راني نغلق مليح باش كي نجي نفورميها هذوك الاطراف يجوا شابين. ونبداو نديرو لها نطولوها بهذا الشكل في الاطراف ونغلقوها عادي. نخلوها تريح شويه ونطيبوها، نخلوها تشد لا فورم تاعها ونطيبوها. الحشوه ثانيك لازم نخلوها حتى تتعسل باش نديروها. اذا كنتو مزروبين ديروا ماء الزهر في السكر ولمدوه باش تتعسلكم به. لهنا نروحوا للطليه اللي ما استغناش عليها. درت 3 ملاعق قارص الى 4 ملاعق، جات شويه قرصه مي بزاف بنينه. 3 ملاعق زيت، و3 ملاعق ماء الزهر، ونصف حبه بيض. يعني نتوما اللي حبيتوا ديروا حبه كامله ضعفوا الكميه تاع كلش، ديروا 6 6 6. لهنا درت الملون الابيض. انا الملون الابيض دائما نديرو في البدايه، من بعد كي نحب نزيد ملونات الاخرين كي نجي نكمل على الطليه نبدا نضيفها. لهنايا ضفت السكر اللي غربلته 2 مرات، وكملت نخلط. هنايا ضفت الملون الوردي شويه نتفه، تعرفوا فتاته برك باش يبان بلي فغوص. لهنا بيان سور مش راح يبان، الكاميرا دائما تظلم اللون تاع هاي ليك. هاي شويه فرونسي على لا كولور شويه. ولا هنا نخلوها ترتاح، نغطوها نخلوها ترتاح باش تخرج كامل الفقاعات كما راكم تشوفوا. من بعد تيك بالموس بالكوردون بالفرشيطه ثقبوا هذاك هذا ما كان. ونبداو نطلو. تشارك بيان سور يطيب على نار مهيله
يحمر فقط كما راكم تشوفوا. لهنا نبداو نطلو فيها. من الاحسن نستعملوا سباتولا، انايا ما كانش عندي، ما كانتش متوفره. اذا استعملت زوج فراشات حطيتهم قدام بعضهم وطليتها وخلوها تنشف باش نروحوا نديروا الديكور اللي يهبلكم. صراحه الشركات دوكا كي راني ندير في المونتاج راهم قدامي، انا غير نمس فيهم ني حاسه شغل شغل تحطوهم ديكور ماشي ينتكلون. الا هنا نروحوا للديكور، ناخذوا السكر ونزيدوا له ناكري بلون دوري. حبيتو ديروا لارجونتي ديروا، بصح بلون دوري يمد واحد لا كولور بزاف شابه. نخلطوها مليح مليح باش نتاكدوا بلي ناكري يعني تغلغل في كاع السكر. شوف كيفاش ولا يبريي. لهنايا ناخذ الناكري، نقيت بيان سور الطليه نشفت ونقيتها مليح، لازم تنقوا الطليه تاعكم باش تكون بيان فيني. من بعد درت الناكري ولا هنايا راح نستعمل الغراء الغذائي اللي هو التيلوز مع الماء. نديرو هكا بهذا الشكل غير في الجنب تاعها، نديرو السكر ونخلوها تنشف باش نبداو ندخلو في المرحله الثانيه من الديكور. تنشف ليه ما تخافوهاش كاع. انا لهنا حسيت بلي راهي ناقصه من الفوق زدت لها، يعني نتوما والاختيار تاعكم. ولا هنايا وين ما كانش شوف بهذا الشكل، وين ما كانش نضيف لها وخلاص. الا هنا نروحوا لهذا الديكور لي زيستراس. نشكر صديقتي هي اللي علمتهم لي الكلمه هذه، رحت قلتها له حفظتها باش رحت قلتها تاع لوازم الخياطه. نقطعوها شرائط ونوجدوها للديكور. لهنا خذيت عجينه ورديه، عجينه السكر استعملوا عجينه اللي حطيتها لكم هي الهيله روعه لينه وتساعدكم بزاف. قطعتها شرائط على حسب حجم الشارك. تقدروا حتى توصلوا 2 سنتيمتر، تقدروا تروحوا في 1.5 سنتيمتر. ناخذوها لهنايا ان شاء الله تفهموا هذه الطريقه، بس كان والله غير عاودت الفيديو غير على جال باش نفهمكم بيان. ناخذوا الغراء الغذائي نلصقوه الاولى كامل، من بعد نطويوها. شوفوا كيفاش نطويوها، نديروا الغراء الغذائي نطويوها ونلصقوه ودواليك. شحال نحب نقول كلمه ودواليك. نزيدوا نديروا الغراء الغذائي ونطويوها ونلصقوه حتى نكملوا. هذا الفيديو سيت ما نسرعوش باش تفهموا بيان. بنات 7 ايام ملونات غذائيه هي اللي يديروا لي هكا تجي طايحه هي. دوك تشوفوا كيفاش نرفدوها باش تجي كومين غوب، يعني هي كتحسيها غوب ماشي زعما. ناخذوا اي ستيلو ولا بانسو. هذا البانسو تاع الماكياج لكن انا كي شريته استعملته في الحلويات. ونبداو نضغطوا بهذا الشكل، نضغطوا شوفوا هكا بهذا الشكل. هي دوك ماش تبان لكم، كي نرفدها لي تبان لكم. ونبداو نفتحوا في هذوك الطويات. شوفوا انا دوك هذيك حتى نرفدها نورمال، لانه عجينه السكر من اروع ما يكون. شوف نرفدها عادي. شوفوا كي نرفدها لكم، شوفوها كيفاش لي بلي كيفاش يبانوا. ان شاء الله الفيديو هذا يعني تستفادوا منه صح. هادو لي زيستراس اللي قطعناهم ناخذوهم عادي جدا ونلصقوا بالغراء الغذائي. طبعا دائما نستعملوا الغراء الغذائي، وين ما هيش لاصقه نستعينوا بالغراء الغذائي ونلصقوها. وهاي ليك الحبه الترك تاعنا بريستيج روعه. ان شاء الله تكون ورشه مجانيه من عندي، وتقدروا هذا التعب وتبارطاجيو الفيديو وديروا جام. هاوليك تشارك الله تشوفوا
حبيت نقطع لكم الحبه اللي فيها الديكور، غاضتني، ما ادرك لي يجوا ياكلوها زعما. شوفوا حبيت نوريكم الطليه روعه، مام الترك رائع جدا. لهنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو، ان شاء الله ينال اعجابكم، والى اللقاء في فيديو قادم باذن الله.